السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنتكلم على الأفعال المتعدية المفعولين Verben mit Dativ und Akkusativ. زي ما قلت لكم في الحلقة بتاعة الداتيف إن إحنا هناخد في الحلقات اللي جاية أفعال متعدية المفعولين، يعني الفيرب بيعمل داتيف وأكوزاتيف في الجملة. فالنهاردة إن شاء الله هنتعرف على بعض الأفعال بالنسبة لمستوانا اللي بتعمل داتيف وأكوزاتيف، وأنهي بيبقى داتيف وأنهي بيبقى أكوزاتيف. فأنا خليت لكم الحلقة ديت منفصلة لوحدها بحيث إن الحلقة ما تطولش والموضوع يبقى سلس. فيلا بينا نبدأ يا شباب عشان ما نضيعش وقت. لوس جيتس. هنلاقي هنا هوت عندنا لستة ببعض الأفعال اللي متعدية المفعولين، هنقراهم دلوقتي مع بعضنا وبعدين هنشوف ايه الزاتس باو بتاع جملة بتبقى ماشية ازاي، وبعد كده هناخد أمثلة علشان الكلام ده كله يتضح معانا. هنلاقي أول فيرب عندنا هنا هوت هو wünschen. wünschen يعني يتمنى. zeigen. zeigen يعرض. erklären. erklären يشرح أو يوضح شيء. bringen. bringen ist gleich أو اللي هو يساوي. ist gleich يعني تساوي. holen. holen يعني يحضر. يحضر شيء أو يحضر شخص. leihen. leihen يعني يعير شخص أو يسلف شخص، يعني بتسلف شخص حاجة مثلا لمدة معينة. jemandem etwas für eine bestimmte Zeit geben. اوكي، اللي هو انت بتسلف شخص حاجة من اغراضك انت لمدة زمنية محددة. بعد كده عندنا geben. geben يعني يعطي او يمنح، بتدي حاجة لشخص. schenken. schenken يعني يهدي، بتدي هدية، هنا بتهدي. kaufen. kaufen يعني يشتري. anbieten. anbieten يقدم شيء. bestellen. bestellen يعني يطلب. sagen. sagen يعني يقول. طيب هناخد طبعا زي ما قلت لكم امثله عشان نشوف استخداماتها والموضوع كله يبقى واضح قدامنا. ولكن قبل ما نبدا في الامثله عايز ابين لكم كده هوت ايه الزاتس باو بتاعه الافعال والجمله بيبقى شكلها عامل ازاي. هنلاقي هنا هوت الزاتس باو او الزاتس ستركتور، يعني بناء الجملة بيتكون من نوميناتيف اللي هو الزوبجكت اللي هو الفاعل، بلس فيرب اللي هو الفيرب اللي هو متعدي المفعولين من القائمة اللي احنا لسه واخدينها. بعد كده بيجي داتيف und اكوزاتيف، والمكان هنا ممكن يختلف، يعني ممكن الاكوزاتيف يجي الاول وبعد كده الداتيف، مفيش مشكلة. طيب الداتيف هو دايما اللي بيبقى المفعول العاقل، يعني لازما يكون شخص عاقل. جميل. الاكوزاتيف بيبقى مفعول غير عاقل، زي ما انا كاتب هنا مثال. الانفينيتيف يعني المصدر من الفعل هيكون geben مثلا. النوميناتيف عندنا الجملة هتبقى der Chef gibt der Sekretärin den Brief. فالنوميناتيف عندنا هنا هو der Chef يعني البوس الرئيس. الفيرب عندنا gibt، وهنا طبعا من الاشتراكن فيربن اللي هي ال A بتتحول ل E زي ما اتكلمنا في حلقة الفيربن. بعد كده عندنا الداتيف اللي هو البيرسون اللي هو العاقل زي ما قلنا هتبقى سكرتاريا. الاكوزاتيف اللي هو الزخر اللي هو غير عاقل شيء، يعني الخطاب. فالمعنى بتاع الجملة ان الشيف الرئيس بيعطي للسكرتارية الخطاب. جميل. ده كان مثال كده هو بسيط بوضح لكم فيه الزاتس باو اللي انا اقصدها. طيب دلوقتي خلينا ننتقل للأمثلة علشان المعنى يتضح أكتر ونعرف جمل أكتر ونبتدي نحفظ جمل مستخدمة. هنلاقي عندنا هنا هو Beispiele. يقول لك مثلا Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch يعني أنا بتمنى لحضرتك اللي هي زي بقت Ihnen في الداتيف einen schönen Tag noch. تاج أداته der، فder في الأكوزاتيف
بتتحول لeinen زي ما خدنا في درس الأكوزاتيف. جميل. طيب تاني مثال يقول لك مثلا Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise يعني أنا بتمنى لك رحلة جميلة. فبرضو هنا إيش اللي هي الزوبيكت الفاعل، wünsche verb هنا متعدي المفعولين. أدي الأول Ihnen اللي هو حضرتك في الداتيف، و eine schöne Reise المفعول التاني في حالة الأكوزاتيف. فغايزة أداتها دي، ودي في الأكوزاتيف بتفضل دي، وأين بتفضل أين. فهنلاقي إن هنا الأداة النكرة الأنبشتمت أرتكل لسه زي ما هي، محصلش عليها تغيير. تالت مثال معانا النهاردة هيبقى Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag. ودي جملة بنستخدمها لما يكون حد عيد ميلاده قرب أو حد عيد ميلاده النهاردة، فبنقول له لو احنا جماعة مع بعضينا أو بنغني مثلا بنقول Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag، أو ممكن تقول Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. جميل، يعني أنا بتمنى لك كل شيء جميل لعيد الميلاد. بعد كده عندنا الفيرب zeigen. فهنا عندنا مثال بنقول مثلا zeig mir deinen Beweis، وده طبعا هنا هو imperativ لسه ما خدناهوش. فتzeig mir deinen Beweis لما تحب تقول لحد يعني ايه وريني دليلك، اعرض لي الدليل بتاعك، يعني اللي هو انت بتتكلم من غير دليل فتقول له zeig mir deinen Beweis، وريني الدليل بتاعك دوت. جميل. فتzeig هنا هو verb متعدي المفعولين. العاقل هنا mir في الداتيف، وبيفايس أداته der. ففي الأكوزاتيف بتبقى دين، مع البوسيسيف ارتكل بتبقى دينن. فهنلاقي ان هي بقت deinen Beweis يعني دليلك. طبعا اكتب ورايا الكلمات الجديدة اللي احنا بنعملها او الجملة على بعضيها وابتدي تستخدمها في حياتك اليومية. بعد كده هنلاقي zeigst du uns deine Münze-Sammlung، يعني ممكن انت تعرض لنا ايه العملات اللي بتجمعها. لو ما في ناس بيبقى عندهم هواية تجميع العملات، فاحنا بنقول له ممكن حضرتك توري لنا تعرض علينا العملات اللي انت مجمعها. فهنا uns في الداتيف، و deine Münze-Sammlung يعني العملات المتجمعة في الأكوزاتيف عشان أداتها دي بتفضل دي. مثال اللي جاي هيبقى Papa kannst du mir den Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau erklären. هنا الفيرب اللي بيعمل مفعولين هو erklären، فهنلاقي ان الداتيف هنا بقى mir والأكوزاتيف بقى den Unterschied. فUnterschied أداته der يعني الفرق أو الاختلاف، فهنلاقي الأداة اتحولت لدين عشان هنا أكوزاتيف. أتمنى يبقى الموضوع سهل والموضوع متضح بالنسبة لكم. طيب نكمل نشوف بقية الأمثلة. هنلاقي هنا بيقول Ich muss es dir nicht erklären. Ich muss es dir nicht erklären يعني أنا مش لازم أشرح لك دوت، مش لازم أشرحها لك. لما حد يفضل يقول لك اشرح لي، وضح لي انت ليه عملت كده، فانت عايز تقول له انا مش شرط ان انا اشرح لك كل حاجة، فتقول Ich muss es dir nicht erklären يعني انا مش مضطر ان انا اشرحها لك، لا يجب علي ان اشرحها لك. جميل. فهنا طبعا الاكوزاتيف is فتفضل زي ما هي، والداتيف dir. مثال اللي بعد كده Eva كوما يعني يا إيفا bringst du uns noch bitte 3 Flaschen Bier يعني يا إيفا هل ممكن انك تجيب لنا تحضري لنا 3 زجاجات بيرة. فهنا bringen هو الفيرب اللي متعدي المفعولين، uns هنا الداتيف، و 3 Flaschen Bier الأكوزاتيف. بعد كده عندنا ich leihe niemandem mein neues Auto يعني أنا مش هسلف حد عربيتي الجديدة. فنيماندم
يعني لا شيء. في الداتيف بتبقى تصريفها niemandem. جميل، بمعنى لا شخص على الإطلاق. niemand يعني nobody. جميل، ولكن في الداتيف الأصل منها هيبقى niemand من غير ال am اللي في الآخر. و my noise auto هنا ديت في الأكوزاتيف. مثال اللي بعد كده هنلاقي أوبا كوما يعني يا أوبا يعني يا جدي. Kannst du uns eine Geschichte erzählen? أوبا kannst du uns eine Geschichte erzählen؟ يعني يا جدي ممكن تشرح لنا أو تحكي لنا. eine Geschichte يعني قصة. Geschichte ليها معنيين، يعني قصة ويعني تاريخ، وأداتها دي. فهنا طبعا زي ما احنا شايفين الداتيف uns وأين Geschichte هي الأكوزاتيف. مثال اللي بعد كده Warum gibst du es mir nicht؟ Warum gibst du es mir nicht؟ يعني انت ليه مش عايز تدهاني. Warum لماذا gibst du تعطي أنت es mir nicht انت ليه مش عايز تدهاني. لما تقول لحد مثلا اديني التليفون او اديني شيء فيقول لك ناين، فتقول له Warum gibst du es mir nicht؟ يعني ليه مش عايز تدهاني. المثال اللي بعد كده Schenkst du mir deine alte Uhr؟ Schenkst du mir deine alte Uhr؟ يعني انت بتهديني ساعتك القديمة. فهنا schenken هو الفعل المتعدي المفعولين، وميا هنا المفعول العاقل في حالة الداتيف، ودينا alte Uhr يعني ساعتك القديمة، وفي حالة الأكوزاتيف فأوى أداتها دي. مثال معانا هنا هوت بيقول Mein Vater kauft mir ein Motorrad. Mein Vater kauft mir ein Motorrad يعني والدي بيشتري لي موتورات اللي هو موتوسيكل دراجة نارية. فهنا كاوفن الفيرب متعدي المفعولين، ميا الداتيف خلاص احنا حفظناها، وأين موتورات أداتها داس، ففضلت الأداة أين زي ما هي في الأكوزاتيف. طبعا الموضوع بقى سهل وحفظتوا خلاص الكلام كله، ان هنا زي ما انا معلم لكم كل الداتيف بنفس اللون، والاكوزاتيف اعمله لكم باللون الاحمر بحيث الموضوع يسهل معاكم. طيب اخر حاجة معانا هقول لك darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten؟ darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten يعني هل مسموح لي ان انا اقدم لك كافيه قهوة. لما مثلا عايز تقعد مع شخص او واحدة فعايز تقول لها انا ممكن اقدم لك قهوة، فتقول darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten يعني يقدم. المثال اللي بعد كده ich hab dir einen Kaffee bestellt. لما تكون قاعد مع صاحبك مثلا ويجي يطلب حاجة فتقول له خلاص يا كبير ich hab dir einen Kaffee bestellt يعني انا طلبت لك خلاص قهوة. فهنا bestellen يعني يطلب، وبيعمل اكوزاتيف وداتيف، فالداتيف ديا والاكوزاتيف einen Kaffee لان اداته ديا، فاين بتبقى einen وديا بتبقى دين زي ما احنا خدنا في درس الاكوزاتيف. بعد كده عندنا warum hast du mir das nicht gesagt؟ يعني انت ليه ما قلتليش دوت. لما حد يجي يحكي مثلا حاجة او انت تكتشف حاجة ف مثلا تقول لصديقك انت ليه ما قلتليش دوت، فتقول له warum hast du mir das nicht gesagt؟ جميل. اخر جملة معانا هي hast du mir einen Tee geholt؟ يعني هل احضرت لي شيء. فهنا holen يعني يحضر زي bringen، وميا هنا المفعول العاقل، وتي هو المفعول الغير عاقل في حالة الأكوزاتيف. بس كده ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. زي ما قلت لكم هو الموضوع بسيط، ما عليك انك انت تحفظ الافعال وتكون طبعا عارف الدرسين اللي فاتوا بتوع الداتيف والاكوزاتيف هم مهمين جدا وبيستخدموا في اللغة الألمانية بشكل كبير جدا، والموضوع سهل واتمنى تكون الامثلة وضحت لكم. وطبعا مش مضطر ان انا اقول لكم ان بعد الدرس تخشوا على جوجل وتكتبوا مثلا verben من الداتيف und Akkusativ Übungen مثلا، يعني تمارين للأفعال اللي بتعمل داتيف وأكوزاتيف وتبتدي تتمرنوا عليها. طبعا مش دي كل الأفعال، ولكن هي ديت اللي مطلوبة للمرحلة بتاعتكم زي ما بقول
كل فيديو، لان احنا لسه هنا هو مبتدئين، ففي افعال هتبتدي تتعلمها مع الوقت، ولكن طبعا مش عايز انك انت تصطدم مرة واحدة مع اللغة. بس كده، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم وان يكون الفيديو ما طولش عليكم. Och wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. ودانke fürs Zuschauen. السلام عليكم يا شباب.